مواطن عماني مصرعه في القاهرة أمس الأحد على يد مواطن مصري، ونعت السفارة العمانية في القاهرة مقتل المواطن العماني، مؤكدة أنها تتابع مع السلطات المصرية المختصة تفاصيل الحادث. وأعربت السفارة العمانية في مصر عن ثقتها بكفاءة السلطات المصرية في كشف ملابسات القضية للوصول إلى العدالة المنشودة. وبينت التحريات أن المجني عليه هودي العلوي يبلغ من العمر 50 عاما، كان يعمل كملحق إعلامي، تلقى 11 طعنة بالظهر والرقبة. وأفادت التحريات أنه تم اكتشاف الواقع عندما وجد حارس العقار باب الشقة مفتوحا، فاتصل على محاميه الخاص الذي أبلغ شرطة النجد، وبالفعل صعدوا إلى غرفة النوم في الطابق الثاني وشاهدوا الجثة. وأوضحت المعاينة وجود بعثرة في كامل محتويات الشقة، مما يكشف أن المتهم كان يبحث عن أي متعلقات ثمينة لسرقتها عقب قتل الدبلوماسي السابق.